معانا على التليفون الشاعر رضا الطهطاوي. النهارده اليوم العالمي للغة العربية. صباح الخير أستاذ رضا، أهلا بحضرتك. راضي، أهلا بحضرتك أستاذ راضي علي الطهطاوي الشاعر الجميل. أهلا بحضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. صباح الخير، أهلا بيك. اليوم العالمي للغة العربية، وده حاجة حلوة قوي. أنا أول مرة أعرف إن في يوم عالمي للغة العربية. ده مهم عشان التواصل بين الشعوب طبعا. طبعا اللغة هي وعاء ثقافة الأمم في كل المراحل وفي كل العصور، وقدر الأمة دائما والبلاد بقوة لغتها، واللغات تكتسب قوتها من قوة دولتها، والدول تكتسب قوتها من قوة أيضا اللغة بتاعتها. وإحنا بنشوف يعني اللغة هي وسيلة التفاهم بين الشعوب، وسيلة التواصل من خلال يعني تاريخها وثقافتها وحضارتها، كل ده بتنقله اللغة. وإحنا اللغة العربية طبعا بنعتز بها لأن إحنا عرب. اللغة العربية لها يعني طبعا على مستوى العالم نسبة كبيرة من المتحدثين بها، وفي هذا اليوم للغة العربية ولغة القرآن نفسه يعني. طبعا، وهي لغة القرآن الكريم. وأنا كاتب قصيدة بتقول: اللغة العربية حوت البلاغة كلها، بحر بفيض لم يزل، درر تضفر عقدها، بانت لمن جهدا بذل، لغة تعيش بعزة، كم من لغات تعتزل، كم من لغات غيرها ذابت وماتت بالهزل، لغتي تعاظم شأنها، فاقت حدود المختزل، والحرف هام بنطقه ما كان يوما مبتذل، وسع المقاصد دقة ما خان نصا أو خذل، سحر الكلام بسرها والطير يشدو بالغزل، نالت علا انظر، نالت علا انظر، بها قرآن ربي قد نزل. الله عليك، حلوة قوي قوي قوي. أنا بشكرك، وأنا عارفة إن حضرتك مدرس لغة إنجليزية رغم قوتك في اللغة العربية. أنا تخيلت إن حضرتك مدرس في اللغة العربية. ده برضه اداني انا يعني اعتزاز بلغتي كثيرا. انا اعتز بلغتي التي اعمل بها ايضا، واتقان اللغات بيدينا ثقافات، يخلينا نفهم الشعوب الاخرى اكثر، يخلي بيننا تقارب بين البلاد، يخلي الشعوب يعني يسود بينها السلام وشيء مشترك من التفاهم بدل من الصراعات بين الشعوب. فاللغه الانجليزيه ايضا انا اعتز بها، وده بيديني وكشف لي اكثر مدى جمال اللغه العربيه. اكيد اللغه الانجليزيه جميله وكل لغه لها اسرارها، لكن اللغه العربيه يعني حازت فعلا درر وفيها اسرار لم تتحصل عليها لغات اخرى. من خلال انا درست انجليزي ارى ان اللغه العربيه فيها اسرار، والناس اللي عاملين ابحاث في علوم اللغات يكشفوا مدى قوه اللغه العربيه واحتفاظها بدلالات والفاظ ومفردات ومعاني تندر في اي لغات اخرى في كل العصور. وان كان البعض يظن ان اللغه لا تتماشى مع بعض المخترعات الحديثه او خلافه، طبعا ده رؤيه قاصره. اللغه العربيه تحتوي جميع المقاصد والمعاني اذا غصنا فيها واحنا تعمقنا، ويجب علينا حفاظا على هويتنا وثقافتنا المصريه والاسلاميه والعربيه والفرعونيه وكل التي نعتز بها في مصر، ان نحافظ على لغتنا من خلال المدارس ووسائل الاعلام. ايضا يعني المفروض دي مهمتنا طبعا كلنا، يعني الحفاظ على اللغه العربيه. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وتوعدنا بلقاء علشان نتكلم باستفاضة أكتر عن اللغة العربية واهتمامنا باللغة العربية واتجاه الشباب للفرانكو أرب والحاجات دي كلها. أهمية إن يبقى في اعتزاز بلغتنا، أهمية إن يبقى في اعتزاز بهويتنا المصرية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الشاعر راضي الطهطاوي، وبشكرك على القصيدة الجميلة اللي أنت قلتها لنا. شكرا مرة أخرى دكتورة وكل السادة المشاهدين. شكرا. مشاهدينا خلينا ناخد فاصل سريع ونرجع مرة تانية ولقاء مهم جدا مع